يا صباح الجمال والدلع. النهاردة بقى هنعمل طاجن فتة، حاجة كده عظمة. طبعا كلنا بنحب الفتة، مفيش حد ما بيحبش الفتة. يلا نشوف بقى احنا هنعمل ايه. في الاول هنسلق اللحمة عشان ناخد الشوربة بتاعتها ونعمل بيها مكونات الفتة كلها. عندي كيلو من اللحمة متقطع مكعبات. عندي البهارات اللي هحطها في اللحمة: معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من بهارات اللحمة، ورق لورا، روزماري، وحباية. وعندي خضار متقطع: بصلاية صغيرة وطماطماية. في حلة على النار هنزل بمعلقة سمنة. اول ما السمنة تسيح بالشكل ده هنزل بالبهارات بتاعتي وهديها تشويحة في السمنة كده لحد ما تطلع ريحتها. هبدأ انزل بمكعبات اللحمة بتاعتي عشان تاخد صدمة وتفضل محتفظة بالعصارة بتاعتها، والطريقة دي هتخلي اللحمة معايا طرية وجوسي. انا رصيت اللحمة بالشكل ده وهسيبها لحد ما تاخد لون. اول ما تاخد اللون الذهبي ده هبدأ اقلبها على الناحية التانية، واول ما تاخد اللون بتاعي من جميع الجهات هنزل بالخضار: طماطم والبصل. وانا قطعت الخضار عشان طعمه ينزل في الشوربة، يعني انا لو نزلت الطماطم والبصل كده من غير ما اقطعهم مش الطعم مش هينزل في الشوربة. بعد كده هنزل بمية مغلية، ولازم يا جماعة المية تبقى مغلية عشان اللحمة تفضل طرية معايا. هغطيها واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي براحتها. بعد كده هفتح عليها وهحط الملح بتاعي. طبعا انا ما حطيتش الملح في الاول لان الملح بيعطل عملية السوا بتاعة اللحمة، فانا هحط الملح قبل ما اللحمة تستوي بحاجة بسيطة. هنزل بمعلقة ملح في الشوربة بتاعتي واقلبها، وبعد كده هغطي الحلة بتاعتي واسيب اللحمة تكمل سواها. كده اللحمة بتاعتنا بقت جاهزة، شايفين طرية ازاي؟ حاجة كده زبدة يعني. انا هنا بقى صفيت الشوربة بتاعتي عشان ابدأ اشتغل بيها. شايفين لونها ولا ريحتها؟ حاجة كده تحفة. عندي كوبايتين بقى من الرز مغسولين كويس ومتصفيين. هجيب حلة على النار وهنزل بمعلقة سمنة وشوية زيت عشان الرز بتاعي يبقى مفلفل كده وبيلمع. اول ما السمنة تسيح هنزل بالرز وهقلبه عشان يشرب من طعم السمنة والزيت، وبعد كده هنزل عليه بكوبايتين من الشوربة. وطبعا مش هحط ملح يا جماعة لان انا حطيت ملح قبل كده مع اللحمة. اول ما الرز يشرب الشوربة هغطيه واوطي عليه واسيبه لحد ما يستوي. كده الرز بتاعنا استوى.
هركنه بقى على جنب، ويلا نعمل العيش. ده عيش محمص، انا حمصته في الفرن حوالي 10 دقايق، وفتحت في النص قلبته على الناحية التانية. هنزل عليه بكوباية من الشوربة، ونص معلقة من الثوم المفروم، وربع كوباية من الخل. بعد كده هنقله على النار لحد ما يشرب الشوربة ويبقى طري بالشكل ده، وهسيبه على جنب لحد ما نعمل الصلصة بتاعتنا. هجيب حلة على النار وهنزل بمعلقة سمنة، وبعد كده هنزل بنص معلقة من الثوم المفروم، وهقلبه لحد بس ما ريحته تطلع. انا مش عايزاه يتحمر قوي عشان ما يمررش الشوربة، عفوا الصلصة. هنزل بكوباية من عصير الطماطم، معلقة كبيرة من الصلصة، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل، وربع كوباية من الخل، ونقلب. وهسيب الصلصة لحد ما تتسبك، انا مش عايزاها تتقل قوي عشان لسه هتتقل معايا في الفرن. ده القوام اللي انا عايزاه. بعد كده هجيب طاسة وانزل بمعلقة من السمنة عشان احمر اللحمة بتاعتي. انا هنا نزلت بقطع اللحمة يا دوبك بس تاخد لون عشان ما تبقاش ناشفة معايا، فيا دوبك بس تاخد لون بسيط، وهبدأ اقلبها على الناحية التانية. واول ما اطلع اللحمة بتاعتي انا مش عايزة ارمي السمنة بتاعتي اللي انا حمرت فيها اللحمة، وهقول لكم هنعمل بيها ايه. انا طلعت اللحمة، هجيب بقى الصينية بتاعت العيش اللي انا كنت ركناه على جنب، وهنزل بالسمنة بتاعتي. والحركة دي يا جماعة بتدي طعم حلو جدا للعيش، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. بعد كده هجيب صينية بايركس او اي صينية عندي، وهنزل بالرز، بعد كده العيش، وبعد كده هنزل بالصلصة. انا اول ما اخلص كمية الصلصة بتاعتي هدخل الصينية بتاعتي الفرن حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. انا عايزاها بس تشم ريحة الفرن، مش عايزاها اطول عليها علشان ما تنشفش معايا. وطبعا انا ما حطيتهاش باللحمة عشان اللحمة ما تنشفش. اول ما طلعت الصينية من الفرن بدأت ارص قطع اللحمة عليها بالشكل ده، وكده طاجن الفتة معايا يبقى جاهز. حاجة كده بجد مش قادرة اقولكوا على الجمال والحلاوة. كان معاكو اسراء. هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير.